يا جماعة لو لسه ما سمعتوش الجزء الأول من قصة منى وعصام، ارجعوا اسمعوها من الأول عشان تعرفوا بداية الحكاية والصدمة اللي عاشتها منى في بيت جوزها. والنهاردة معانا الجزء التاني اللي فيها تعرفوا السر الحقيقي اللي كان مخبيه عصام، وازاي حياته اتقلبت رأسا على عقب لما عرف الحقيقة. خليكم معايا لحد آخر دقيقة لأن النهاية مش هتتوقعوها أبدا. لما طلعت الشقة لقيت عصام واقع على الأرض وقاطع النفس. جريت عليه وفوقته وقلت له: فوق يا عصام، مالك؟ ايه اللي حصل لك؟ لقيته قال لي: انا مش فاكر حاجه. ايه اللي حصل وايه اللي عمل كده في الشقه؟ قلت له: انت يا عصام اللي عملت كده. انا عايز اعرف انت ليه مش عايز تتعالج. لقيته قال لي: تعالي من اتعالج من ايه؟ انا مش عارف انت بتقولي ايه. انا كويس جدا، انتوا اللي عايزين تجننوني ليه؟ انا مش عارف. قلت له: اسمع يا عصام، انا اسفه جدا، مش هينفع اعيش معاك بعد اللي شفته منك امبارح، يا اما تروح لدكتور نفسي. لقيت عصام سكت ومش بيتكلم وكأنه متعود على الفراق وعلى الطلاق كمان. وانا دخلت اجهز نفسي ونزلت، بس لما نزلت كان باب حماتي مفتوح وبتتكلم وصوتها واضح. لقيتها بتقول لحنان: اهدي كده، لما دي كمان هتتطلق وتمشي هيقعد وينسى، وبقى مسألة الجواز دي وهيبقى لوحده. ردت عليها بحنان وقالت لها: هو بيتهد ابدا، دي العروسة وعندي امل ان في واحدة هتعمر معاه. رضا ردت وقالت لهم: احنا عايزين نخلص من منى بسرعة ونزود العيار حبتين، عايزينه مجنون رسمي. اتصدمت من كلامهم وصعب عليا عصام اللي مش عارف معقولة أهله اللي بيعملوا فيه كده كل هدفهم إن هم يبوظوا له حياته. طلعت تاني للشقة ولقيت عصام لسه قاعد مكانه. قعدت جنبه وقلت له: أنا مش هسيبك يا عصام وهفضل جنبك، أنت كويس وما عندكش حاجة. لقيته بصلي كده ابتسم وفرح برجوعه وقال لي: معقول أنا أول مرة واحدة ترجع لي بعد ما تخرج من البيت. أنا وعدك إن عمري ما هضايقك أبدا. قلت له: طب هطلب منك طلب، تعالى نسافر أي حتة نغير جو. هو مش أنا عروسة ومن حقي أقضي شهر العسل زي أي عروسة؟ لقيته قال لي: ماشي يا حبيبتي زي ما تحبي، هحجز من النهاردة أسبوعين في أي مكان تحب تروحيه. وفعلا عصام حجز أسبوعين في شرم. لما حماتي وحنان ورضا عرفوا اتصلوا بيا وخلونا انزل لهم. لقيت حماتي بتقول لي: انت ازاي عايزه تسافري معاه؟ انت يا بنتي مش خايفه على نفسك؟ ده مش طبيعي، وجايز اللي بيحصل له ده يحصل له هناك وانت في شرم، ساعتها محدش هينجدك منه. لقيت حنان بتقول لي: يا بنتي اشتري نفسك وامشي من هنا، انت مش حمل عصام وعمايله. رديت عليهم وقلت لهم: ما تقلقوش، لو على العفريت اللي عليه انا هعرف عفرات العفريت وهخرجه منه. يلا بقى بعد اذنكم، انا هقوم اطلع عشان احضر شنطتي. كنت شايفه وشوشهم وهم هيطقوا وبعمل نفسي مش واخده بالي. فعلا جهزت نفسي للسفر وجهزت الشنطه وحطولي فيها ازايز عصير غريبه. منين دي يا عصام؟ مين اللي بيديك العصير ده؟ لقيته قال لي: دي امي بتملالي دايما عصير وانا بحب اشربه من ايدها قوي. اخدت منه العصير ولقيته استغرب جدا، بس قلت له: معلش يا حبيبي بلاش العصير ده. لقيت استعجب من اللي انا عملته بس ما اتكلمش. ورحنا الاوتيل وقضينا ايام حلوه جدا، وطول الوقت عصام كان كويس وطبيعي ومفيش اي حاجه ضايقتني منه. عدى اسبوع وقلت له: يا عصام انا في حاجه عايزه اقولها لك، بس يا ريت تحاول تفهمني وتهدى. لقيته قال لي: اتفضلي يا منى انا سامعك. قلت له: انت مش مستغرب ان طول الاسبوع ده كنت طبيعي وما حصلش بيني اي شيء ولا جالك الحاله اللي بتجيلك دي؟ لقيته بيقول لي: تقصدي ايه يا منى؟ قلت له: اقصد ان والدتك واخواتك بيحطوا لك حاجه بتخليك فاقد الوعي وبتعمل حاجات غريبه جدا. انت بتبقى مش طبيعي يا عصام ومش فاكر اي حاجه من اللي بتعملها. عصام انا سمعت والدتك واخواتك وهم بيدبروا ازاي يخلونا نتطلق. عصام اتصدم ولقيته بيقول لي: لا طبعا مستحيل، امي واخواتي يعملوا فيا كده؟ ايه اللي انت بتقوليه عليهم ده؟ قلت له: اليوم اللي انا كنت ماشيه فيه سمعتهم بيتكلموا عليك، ولما سمعت الكلام ده وعرفت رجعت لك تاني. لقيته قال لي: معقول امي؟ ده انا كنت بعتبرها زي امي بالظبط، معقول تعمل كده هي واخواتي؟ ياه، ليه كل ده؟ قلت له: انت بتقول ايه؟ بتعتبرها زي امك؟ يعني دي مش امك؟ انا اول مره اعرف حاجه زي دي. قال لي: لا، هي مش امي، هي اللي ربتني وانا عمري 5 سنين، وابويا اتجوزها عشان تربيني وخلف منها حنان ورضا، وعشت حياتي كلها معاها لحد ما ابويا ما مات. وامي طبعا سابت لي ورث كبير جدا ضعف الورث اللي اخدته من ابويا،
قلت له افهم من كده انها عملت كل ده عشان تفضل وحيد، واخواتك البنات كانوا بيساعدوها علشان الورث؟ بالظبط كده، ما هي ملهاش اي معنى تاني. انا لما اتجوزتك ولما اتجوزت كتير طبعا انا مش هخلف، ومش هيبقى ليا حد ولا هيبقى ليا زوجة تضايقهم في الميراث، مع ان عمري ما فكرت في يوم ان احرمهم من اي حاجة. اخواتي البنات كل اللي كانوا بيطلبوه مني كنت بنفذه على طول. زعلت جدا على عصام، وهو زعل جدا من الحالة اللي هو فيها. معقول اخواته اللي من لحم ودم يعملوا كده؟ قلت له انت ناوي تعمل ايه يا عصام؟ قال لي انا لما ارجع البيت ما تقولولهمش اي حاجة لحد ما افهم دماغهم دي في دماغ بيفكروا في ايه. فعلا روحنا البيت، لقيت حماتي قالت لعصام تعالى يا عصام طمنا عليك، وقالت لي اطلع انت يا منى شقتك. وفعلا طلعت شقتي، وشويه وبعدها عصام طلع ورايا، طلع دخل يرتاح، وبعدها هم طلعوا لي قولي لنا بقى يا منى عمل ايه معاكي هناك. قلت لهم بهدلنا قدام الناس، وكل شويه اقفل عليه الاوضه لحد ما يهدى. تعبت انا خلاص، خلاص كده انا هلم حاجتي واطلع على بيت ابويا، انا مش هقدر استحمل اللي بيحصل ده. لقيت حنان فرحت قوي كده وقالت لي صح، انت صح، انا قلت لك ده عليه عفريت، كل اللي قبلك مشوا وخافوا على نفسهم. انا عندي فكر احسن، انت تاخدي بعضك دلوقتي وتهربي على بيت ابوك وهو نايم ولا حاسس بحاجه ولا دريان. لقيت حماتي هي التانية ردت عليا وقالت لي ايوه يا بنتي يلا يلا بسرعه، البسي اي حاجه واهربي، ولو على حاجتك هو هيبعتها لك على بيت ابوك ومش هياخد منك حاجه. اتريت عصام ما كانش نايم، كان صاحي جوه وسمع كل الكلام. لقيت عصام خارج من الاوضه ولقيته قال لهم برافو عليكم، حقيقي برافو عليكم. عارفين انا مش حزينه على جوازات اللي فشلت بسببكم، ولا حزينه على سيرتي اللي بقت على كل لسان ونظرات الناس ليا. انا حزين ان سبب كل اللي بيحصل لي ده بسببك انت يا مرات ابويا اللي كنت بعتبرك امي، وانت يا حنان، وانت يا رضا يا اللي انتوا اخواته من لحم ودم. ليه كل ده؟ عشان الميراث؟ حرام عليكم، ليه كده؟ انا عرفت كل حاجه، وعرفت سر العصير اللي كنتوا بتديهولي، والفطار اللي كان لازم كل يوم اكله، وكان بيخليني مش حاسس باللي بيحصل لي. ليه عملتوا معايا كده؟ ايه اللي يخليكم قاسيين قوي كده؟ لقيت حنان راحت قايله لي ايوه احنا عملنا كل ده عشان ما يبقاش حد ليه معانا في الميراث. انت اللي نسيتنا وما رضيتش تدي كل واحد فينا جزء من اللي امك عطتهولك وسابتهولك ورث، اخدت كل لوحدك. يا اخي كنت عطتنا اي حاجه، ده انت معاك ملايين على قلبك قد كده، وكمان عايز تتجوز ويبقى ليك عيال. ما بقاش عارف يقول لهم ايه، وراحوا هم سابونا بسرعه ونزلوا. وفضل عصام طول الليل صاحي، وتاني يوم لقيته بيقول لي جهزي شنطتك عشان خلاص هنسيب البيت ده. لقيت عصام يقول لي جهزي شنطتك احنا هنمشي من هنا. وراح نزل لهم وقال لهم بصوا انا همشي واسيبكم، انتوا ما ينفعش حد يقعد معاكم، انا بعت نصيبي وماشي، وكل اللي لكم عندي مصاريفكم هبعتها لكم كل شهر، ومحدش فيكم يسأل على مكاني. ومشينا ورحنا بيتنا الجديد، وعصام بقى كويس جدا، ما حصلوش اي حاجه من بعد اليوم ده. كان عصام بيبعت لاخواته ومرات ابوه كل شهر فلوس عشان يعيشوا بيها، عمره ما قطعهم رغم اللي شافوا منهم. وعدت الايام وانا خلفت ولدين توأم، وعشت مع عصام حياه جميله جدا، وعرفت ان عصام اطيب راجل في الدنيا، وتعلمت ان مش كل اللي نسمعه نصدقه، وان مهما حاولت ترضي الطماع واللي ضميره مش موجود عمره ما هيرضى ابدا حتى لو عنده كنوز الدنيا.